بقصة مقطع النهاردة هنتكلم عن واحدة من أشهر القضايا اللي حصلت بأمريكا، واللي من كتر غرابتها والمواقف الصعبة اللي حصلت فيها حرفيا اتعمل عنها أفلام كاملة. ده وصل حتى الموضوع إن اتعمل عن شخصية مقطع النهاردة كتاب في علم النفس بيشرح فيه إيه اللي أدى لكده أصلا. فبجد أنا مش حابب أتكلم بالمقدمة كتير لأن مش عاوز أحرق لكم الأحداث الجاية، لكن كل اللي هضمنه لكم إن مع كل لحظة هتعدي بالقصة الأحداث هتتغير حرفيا 180 درجة عن البداية. فكمل معايا القصة للنهاية لأن بجد هحتاجكم تفسروا لي كام حاجة مهمة. فضلت تحت سريره 7 سنين. قبل ما ابدا القصه يا جماعه تحذير بسيط جدا، وهو لو انت اقل من 18 سنه ومش بتحب القصص العنيفه والغريبه زي اللي هتسمعها بمقطع النهارده، فاتمنى ان انت تخرج من دلوقتي. لكن لو انت ما عندكش مشكله وشايف ان الموضوع عادي جدا وبتحب القصص اللي زي كده، فقصتنا هتبدا مع صاحبه ال 20 سنه كولين ستان، الطالبه الجامعيه اللطيفه اللي الكل كان بيحبها، وكانت عايشه مع اسرتها المتكونه من ابوها وامها كاي، وهي البنت الكبيره لان تقريبا كده ما كانش عندها غير اخت واحده اصغر منها، واللي كانت عايشه معاهم بالبدايه في ولايه كاليفورنيا. لكن مش هتستمر بالعيشه معاهم. ليه بقى؟ لان ابوها وامها ما كانوش احسن حاجه. ابوها كان انسان عصبي بشكل كبير، وكمان امها كانت اصلا مدمنه على المخدرات. وبعد فتره من زواجهم وانجابهم لكولين انفصلوا هما الاثنين عن بعض، وفضلت كولين دي عايشه مع امها، واللي اصلا الشرطه اخذتها منها وودتها لدار رعايه. ليه؟ لانها اصلا ما كانتش عارفه تربيها بسبب كميه ادمانها وحالتها الصحيه اللي كانت حرفيا اقل ما يقال عنها صعبه. فعلشان كده في اسره تانية قررت انها تتبناها وهي بسن صغير، والاسره دي كانت عايشه بولايه اوريجون جنب كاليفورنيا. والاسره دي حرفيا حبوها بشكل غير طبيعي واعتبروها زي بنتهم بالظبط. ده مش حتى الاب والام بس، بل بالعكس اولادهم كمان اعتبروا كولين دي اختهم الكبيره، وما كانوش بيبينوا لها ابدا انها مثلا شخص مختلف او مش اختهم فعلا. واتربت وعاشت معاهم فتره كبيره ودخلت المدرسه، وبعدين قررت انها تدخل الجامعه. فعلشان كده بسن ال 20 سنه قررت انها تعيش لوحدها في بيت خاص بيها يكون قريب من الجامعه، وكمان بدات انها تشتغل. فالمهم كفايه تفاصيل عن كولين وحياتها الشخصيه، لان على ما اعتقد انتوا على كده اكيد فهمتوا كل حاجه عنها، واصلا تفاصيلها الشخصيه تبتدوا انكم تعرفوها بالتفصيل برضه شويه لقدام. ليه؟ لان كل الاحداث دي حرفيا هتتغير، وبالتحديد بيوم 19 مايو سنه 1977 كان عندها واحده صاحبتها من نفس الجامعه، لكنها كانت عايشه بولايه تانية وهي ولايه كاليفورنيا اللي اصلا دي كولين كانت منها. فالمهم كولين حبت انها تروح وتحضر عيد الميلاد ده، فجابت الهديه بتاعت صاحبتها وخدت العربيه بتاعتها. لكن بمجرد ما شغلتها اكتشفت انها اصلا بايظه، وكانت محتاجه انها تروح لميكانيكي او للصيانه علشان يعرفوا ايه المشكله اللي فيها. لما ودت العربيه للميكانيكي او الصيانه اكتشفت انها هتاخد وقت طويل، وهي كانت مستعجله عشان تروح وتحضر عيد الميلاد بتاع صاحبتها. فعملت ايه؟ بدات انها تتمشى على الطريق اللي من خلاله هتوصل لكاليفورنيا. وفي الوقت ده كان اي حد ممكن يعمل الحركه دي، يلاقي ناس اصلا تساعده وتركبه معاه ويوصلوه لكاليفورنيا. وهي اصلا عملتها اكتر من مره قبل كده، لكن كانت دايما حذره في اختيارها للشخص اللي هتركب معاه. فالمهم اخذت هديتها ومشيت على الطريق، وفي اكتر من عربيه وقفت لها، لكنها رفضت معظمهم لان كان معظمهم شباب او شخص مثلا ضخم كده وراجل لوحده وشكله كده مريب شويه. فالمهم بتعدي اكتر من تلت ساعه وهي ماشيه لغايه ما بتقف ليها عربيه ضخمه فيها مين؟ فيها شخص وزوجته وبنته. والاشخاص دول هم مين؟ اول شخص فيهم هو كاميرون ويلسون هوكر. ده شخص عنده 23 سنه، ومعاه مراته جانيس صاحبه ال 19 سنه وبنتهم الصغيره اللي كان برضه عندها 5 سنين في الوقت ده. كاميرون ده اول ما شافها على الطريق وقف ليها وقرر ان هو يساعدها ويشوف ايه المشكله اللي مخليها ماشيه في الطريق كده. فراحت ردت عليه وقالت له انها كانت محتاجه انها تروح لكاليفورنيا، لكن العربيه بتاعتها عطلانه ومحتاجه حد يساعدها. فعرض عليها ان هو ياخدها معاه لانه هو ومراته وبنته كانوا خايفين عليها لربما حد يأذيها بالطريق. فهي بمجرد ما شافتهم كده كأسرة حست بالامان اتجاههم، وبالفعل ركبت معاهم. وبالمناسبه تعالوا اعرفكم مين هم الاشخاص اللي موجودين جوه العربيه. كاميرون ويلسون هوكر ده هو شاب من ولايه كاليفورنيا، لكن من اسره بسيطه جدا. بدأ تعليمه لغايه ما وصل للمرحله الثانويه، وبعدها بطل تعليم اصلا. ليه؟ لان بسبب حاله اسرته الماديه فما كانوش عارفين يصرفوا عليه في الجامعه، فقرر ان هو يسيبها علشان يقدر يعتمد على نفسه ماديا ويشتغل. وبالفعل كاميرون ده اشتغل اكتر من شغلانه، سوبر ماركت، عامل بناء، وحاجات كتيره تانية مختلفه، لغايه ما جمع شغلانه حرفيا لقى نفسه فيها وشاف ان هو بيحبها، وهي ان هو يكون نجار. واللي حرفيا الحرفه دي هو زي ما قلت لكم كان مبدع فيها، وهتفهموا ليه بعد شويه. وبيوم بالصدفه اتعرف على واحده اسمها جانيس. جانيس دي برضه كانت حالتها الماديه نفس حاله كاميرون، لكنها ما كملتش التعليم وكانت شغاله كاشير في سوبر ماركت. السوبر ماركت ده كان بيروحوا كاميرون يعتبر شبه يوميا. فهناك اتعرف على جانيس وبداوا ان هم يتكلموا مع بعض كتير لغايه ما بقوا اصحاب. ومن هنا هيتحولوا للمرحله الثانيه، وهي انهم يحبوا بعض. لكن تعالوا اوضح لكم حاجه. جانيس دي كان عندها مشاكل نفسيه كتير. ليه؟ بسبب اللي كان بيعملوا فيها ابوها وامها، زي انهم
عليها ويضربوها وكده. فمجرد ما شافت كاميرون اعجبت بيه بشكل كبير وكانت شايفاه انسان مميز، بالعربي كده كانت مدلوعه عليه. فعلشان كده علاقتهم ما اخدتش وقت على ما هي اصلا ارتبطت بيه كاميرون، وهي اصلا في البدايه وضحت له حبها. فبعد فتره هما الاثنين اتجوزوا، وكمان كاميرون انجب منها بنت صغيره اللي هي كانت معاهم بالعربيه اللي عندها 5 سنين. لكن جانيس بعد فتره من زواجها بكاميرون ده هتبتدي انها تكتشف مشاكل كتيره جدا كانت فيه، زي ان هو انسان مش مظبوط وكمان ميوله غريبه وعنيفه الى حد ما، وهتفهموا برضه ده كله بالتفصيل شويه لقدام. فالمهم زي ما قلت لكم هم وقفوا لمين لكولين وركبت معاهم علشان يوصلوها لكاليفورنيا، وابتدوا ان هم يمشوا على الطريق لمده مثلا 20 دقيقه. وفي اللحظه دي كانت بنتهم الصغيره محتاجه انها تدخل الحمام، فعلشان كده وقفوا عند جاز ستيشن او محطه بنزين، وكاميرون وجينيس اخدوا بنتهم الصغيره وودوها للحمام. لكن الحاجه اللي ما كانتش طبيعيه اللي حصلت مع كولين باللحظه دي، وهي انها بتجي لها فكره كده في دماغها او صوت على حسب ما كانت بتقول، صوت داخلي بيقول لها افتحي الباب وخدي بعضك واجري وما ترجعيش للعربيه تاني. لكن الاصوات دي بدات تروح من دماغها لما قعدت تفكر ان دي اسره ومعاهم بنتهم الصغيره واكيد مش هيعملوا لها حاجه، وباين عليهم انهم ناس محترمين جدا. فالمهم جانيس وكاميرون رجعوا مع بنتهم وركبوا العربيه وكملوا طريقهم على كاليفورنيا. لكن اثناء الطريق حصلت حاجه اقل ما يقال عنها انها غريبه، ولو اي حد تاني في مكان كولين اكيد كان هيعمل تصرف غير اللي عملته. وهو اثناء ما كاميرون كان ماشي على الطريق طلع من الاتجاه الرئيسي اللي كانت كل العربيات ماشيه عليه وراح كده في اتجاه بحيره. فراحت كولين سالته هو انت ليه غيرت الطريق اصلا وابتديت تمشي في مكان مختلف؟ فراح قال لها ان انا اصلا ومراتي وبنتي الصغيره كنا متجهين مش على كاليفورنيا، بل بالعكس رايحين للبحيره القريبه دي. فانا هعمل ايه؟ هاخد مراتي وبنتي الصغيره وهسيبهم على البحيره، وبعد كده ارجع اخدك بالعربيه اوصلك كاليفورنيا وارجع ليهم تاني. فهي في اللحظه دي شكرته جدا وقالت له معلش تعبتك وكده، لان هو اصلا ما كانش رايح كاليفورنيا. فالمهم مراته جانيس بتنزل من العربيه وبعد كده بتاخد بنتها وبياخدوا شويه حاجات من العربيه علشان يقعدوا على البحيره، وكمان كاميرون بينزل يساعدهم. لكن هنا بتحصل حاجه غريبه، وهي ان كولين الباب بيتفتح عليها وبعد كده بتشوف مين كاميرون داخل عليها ومعاه سكينه وبيبدا ان هو يهددها. فهي بتبدا انها تصرخ، لكن بيقول لها لو ما سكتيش انا هنهي حياتك دلوقتي. فبتسكت. فكاميرون ده بيعمل ايه؟ بيرجع على الشنطه بتاعه العربيه بتاعته وبيخرج منها الصندوق ده اللي انتوا حرفيا شايفين شكله غريب، لكن بكل بساطه هشرح لكم ايه ده. هو صندوق كاميرون صممه بحيث ان اي حد يلبسه حرفيا يكون معزوله منه فكره ان هو يطلع صوت تماما، والحاجه الوحيده المتاحه ليه ان هو يتنفس بشكل بسيط جدا. فبعد ما اخذ الصندوق ده وحطه على راسها وقفله، شدها للباك بتاعه العربيه، وبرده العربيه كان فيها صندوق كبير من ورا وحطها فيه، وبعد كده قفل عليها لغايه ما جت مراته جينيس ومعاها بنتها وركبوا معاه العربيه لغايه ما بدات انها تتحرك. وهنا كاميرون هو ومراته بيوصلوا للبيت بتاعهم، وبعدين كاميرون بيطلع جانيس من الصندوق الكبير، لكن الصندوق الصغير كان مازال موجود على راسها، وبياخدها للبيت بتاعه. لكن بينزل تحت للبيسمنت اللي احنا اتكلمنا عنها في اكتر من مقطع قبل كده، واللي هي بتكون مكان اضافي تحت البيت. وهناك يعتبر نزل ومسك كولين ربط كل اجزاء جسمها باماكن مختلفه وخلاها بالشكل ده اللي انتوا اكيد اصلا فاهمين. وبعد كده شال عنها الصندوق الخشبي اللي هو كان حاطه على راسها، وبمجرد ما كولين بتفتح عينها وتبص قدامها هتشوف مين؟ كاميرون ومراته جينيس. اصلا هما الاثنين واقفين قدامها، لانها اثناء ما كانت في العربيه كانت فاكره ان اللي عمل كده كاميرون بس، لكن اكتشفت ان هو ومراته اللي كانت سبب من الاسباب اللي هي خلتهم يركبوا معاها مشتركه معاه في اختطافها. وبعدين الغرابه كلها هتبتدي انها تحصل من دلوقتي. ليه؟ لان بعد ما كاميرون فك الصندوق من على راس كولين، هو ومراته جينيس هيبتدوا انهم يعملوا حاجات قذره مع بعض اصلا قدامها. وغير كده ان كاميرون ده بعد ما هيخلص هيبتدي ان هو يضرب في كولين بطريقه صعبه وعنيفه، وكمان عليها. وبعد كده مسك الصندوق الخشبي اللي كان حاطه ليها في الاول وحطه على راسها من تاني، وبعدين حطها بالصندوق الكبير وبالتحديد في المكان ده تحت السلم بتاع البيسمنت ودخلها. واللي هو اصلا المكان ده لو انت نزلت من على السلم مش هتشوفه ولا هتسمع منه اي صوت مهما صرخت كولين جواه. وبعدين فضل كاميرون وجانيس يعملوا كده في كولين كل يوم لمده 7 ايام ورا بعض، يطلعوها ياكلوها ويشربوها وكمان عليها ويرجعوها للصندوق من تاني، لغايه ما في يوم اثناء ما كاميرون ده كان رابطها على الحيط ومراته جانيس ما كانتش موجوده، بيلاحظ ان كولين كانت مركزه على صوره هو معلقها في البيسمنت، واللي كانت عباره عن صوره بنت على ورقه جورنان كانت مخطوفه. فبمجرد ما بيشوفها بتبص عليها بيبص عليها هو التاني وبيضحك وبيقول لها عارفه دي مين؟ دي بنت اسمها ماريا، انا اللي خطفتها وانا اللي انهيت حياتها في نفس المكان ده بس علشان ما سمعتش كلامي. فبمجرد ما بتسمع الكلام ده من كاميرون حرفيا كولين دي بتبدا انها تعيط اكتر واكتر، برغم ان هو كان يوميا وبيأذيها. وبرضه خليكم كمان فاكرين ماريا دي شويه لقدام لان ليها قصه منفرده.
وبعد شهر كامل من معاملته والروتين اليومي اللي كان بيعمله مع كولين بيجيها في يوم كده وبيكون معاه ورقه شبه العقد بالظبط وبيخليها تمضي عليها. واللي كانت الورقه دي بالمناسبه حاجه كده زي عقد عبوديه كاميرون ده هو اللي كان عامله على اساس ان هو من منظمه ضخمه اسمها الشركه، والشركه دي هي المسؤوله عن كل امور التعذيب اللي بتحصل لكولين والحاجات اللي بيعملها كاميرون ليها، وهم اللي بيطلبوها منه. ومن نصوص العقد انها لو ما سمعتش كلام كاميرون او حاولت انها تصرخ او تهرب بيوم من الايام، المنظمه دي هتكون مسؤوله عن انها تنهي على حياتها وكمان حياه اخواتها واسرتها كلهم. واللي كولين اصلا اقتنعت بكل الكلام ده وكانت خايفه برضه من كاميرون اكتر ما هي كانت خايفه منه في الاول. وبعد كده بيفضل مستمر معاها على نفس الروتين ويعمل معاها كل ميوله الغريبه اللي كان بيعملها فيها، ومراته جينيس مش معترضه على الموضوع اصلا، وكمان يحكي لها من وقت للتاني عن حاجات بتعملها المنظمه اللي اسمها الشركه دي في بنات تانية مع ناس مختلفه. وكل القصص اللي كان بيحكيها ليها كانت حرفيا بتكون قصص بشعه لبنات انتهت حياتهم بشكل مرعب، وبيقول لها خلي بالك لا يحصل معاكي كده بيوم من الايام لو عملتي اي حاجه انا ما امرتكيش بيها. طيب لحظه يا دراكسلر، انت عمال دلوقتي تتكلم وتقول ان ايام واسابيع ابتدت انها تعدي، طيب هل اسرتها كل ده ما سالتش عنها ولا حتى بلغت الشرطه؟ الموضوع بكل بساطه يا جماعه كاميرون ده ما كانش انسان غبي، بل بالعكس كان ذكي جدا وكان عارف النقطه دي، وقدر ان هو يعرف مكان اهله واسره كولين، وكان بيبعت لهم رسائل من وقت للتاني يوضح فيها على اساس ان هو كولين انها سافرت لولايه تانية ولقت شخص عايشه معاه وبتحبه ومش عاوزه حد يتواصل معاها، واحتمال كبير ما ترجعش ليهم تاني. وكل الكلام ده بيكون بخط كولين اللي هو اصلا جابرها انها تكتب كده. طيب برضه يا دراكسلر سؤال تاني، وهو ليه جانيس مراته سايباه يعمل كده اصلا معاه برضه على البنت اللي اسمها كولين؟ الموضوع بكل بساطه يا جماعه، فاكرين في البدايه لما قلت لكم ان كاميرون ده كانت عنده ميول منحرفه وكده واللي يعتبر دلوقتي بيطبقها على كولين؟ اهو حرفيا يا جماعه كان بيعمل كل الاذى ده لمين؟ لمراته جينيس في البدايه قبل ما يخطف مين؟ كولين. فالمهم بيوم من الايام عرض عليها ان هو يخطف بنت ويبتدي ان هو يعمل معاها كل ده، فبمجرد ما سمعت منه الكلام اللي هو بيقوله وافقت. ليه؟ لانها اولا تعبت من كل الاذى اللي كان بيأذيه ليها، وفوق كل ده حاولت انها تتطلق منه، لكن كانت خايفه من حاجه واحده وهي انه ياخد منها بنتها، او الحاجه الثانيه وهي انه يسيب ليها بنتها هي اللي تربيها. وبرضه في النقطه دي هي ما كانتش هتعرف تستمر في كل ده لان ما كانش شغلها هيقدر يصرف على بنتها الصغيره، فما صدقت ان هو هيعمل الفكره دي علشان بس يبعد عنها، برغم انها ما كانتش حابه الموضوع ده كله اصلا من الاساس. وبتعدي الايام والاشهر لغايه ما بنوصل لاكتر من سنه، لغايه ما بتحصل حاجه لكاميرون ده، وهي انه كان محتاج ينقل من بيته القديم لبيت جديد في كاليفورنيا. فالمشكله ان البيت الجديد اللي هو قدر يجيبه ما كانش فيه البيسمنت اللي كان بيحط فيها كولين جواها، فهيعمل ايه؟ فاكرين في البدايه لما قلت لكم ان كاميرون ده كان انسان ذكي جدا في النجاره والخشب وكده؟ اهو قدر يصمم سرير كبير جدا ليهم هو ومراته، لكن السرير ده هيكون موجود جواه مكان سري يقدر يحط فيه الصندوق الكبير اللي كان بيحط فيه كولين ويقفل عليها وبرضه يكون مانع للصوت. وانتم متخيلين يا جماعه ان طول السنه دي المعامله بتاعته مع كولين ما كانتش اتغيرت، بل بالعكس كولين حالتها بقت تسوء وجسمها بقى خفيف جدا وخاسه وكلها كدمات منه، وكمان السرير اللي كان بينام عليه هو ومراته هما الاثنين انجبوا عليه طفله تانية غير بنتهم الاولى، وكل ده وهم خاطفين واحده نايمه يعتبر تحتهم. وبتعدي السنين لغايه ما كولين دي وصل بيها الموضوع انها خلاص اقتنعت انها مش هتخرج من البيت ده تاني ومش هتقدر حتى انها تبلغ الشرطه في اي يوم، لدرجه ان الخوف وصل بيها ان كاميرون ده كان بيسيبها احيانا تطلع للجنينه بتاعت البيت وكمان تقعد في الشقه لوحدها من غير ما اي حد منهم يكون مراقبها، وهي كمان ما كانتش بتهرب من البيت لانها برضو كانت خايفه من المنظومه بتاعه كاميرون ده انها تقضي عليها. ده حتى في بعض الايام لما كانت بتكون موجوده في الجنينه كان في بعض الجيران اللي بيشوفوها بيحاولوا انهم يتكلموا معاها، ولما بيسالوها انت مين ما بتردش عليهم وتقول لهم انا كولين المخطوفه بقالي فتره وكده، لا بتقول لهم ان انا البيبي سيتر بتاعت بنات كاميرون وجينيس. ده لدرجه ان هو اصلا حالته الماديه بقت صعبه شويه ومراته جينيس ما كانتش بتشتغل، فعمل ايه؟ خلى كولين دي تطلع وتشتغل في سوبر ماركت وبعد ما تخلص شغل ترجع تاني للبيت بتاعه ومن غير ما تقول لاي حد قصتها الحقيقيه. ولو عايزين تسمعوا حاجه اغرب من كده فهو حرفيا في مرتين خلى كولين دي تروح لاهلها تقابلهم وتسلم عليهم. المره الاولى سابها لوحدها ولما سالوها اهلها انت كنت فين كل السنين دي مختفيه؟ قالت لهم ان انا حبيت شخص وكنت عايشه معاه. والمره الثانيه الشخص اللي كانت بتتكلم وتقول انها حبته وكده واللي هي يعتبر كل الكلام ده كده جابت معاها كاميرون لبيت اهلها وكلهم اخدوا مع بعض صوره وحرفيا كانوا مبتسمين. انا عارف حرفيا ان الكلام ممكن ما يكونش منطقي تماما لكن هو ده بجد اللي حصل، وده فعلا كل اللي يحصل بسبب الخوف والقصه الحقيقيه اللي كان بنيها كاميرون ده في خيال كولين.
كولين طول الوقت انها لو حبت تعمل حاجه هو ما يعرفش بيها هتتاذي. وعلى فكره بعد المرتين اللي طلعها فيهم وخلاها تزور اهلها، لما راح اخر مره اتصور معاها ولقاها مبسوطه ومصدقه انها مش مخطوفه، حرفيا في اللحظه دي هو اتعصب بشكل كبير، والميول الاجراميه والعنيفه اللي جواه بدات تظهر من تاني، وحس ان هو بدا يتعاطف معاها وبدا ان هو يهدى اتجاهها شويه وما يعذبهاش زي ما كان بيعمل فيها في الاول. فعارفين عمل ايه؟ اخد طول السنه دي مرجعها تاني للصندوق اللي كانت فيه، ودرجه التعذيب والعنف اللي كان بيعملها ليها يوميا زادت اضعاف الاول، لغايه ما بيرجع تاني تدريجيا ان هو ما يأذيهاش بشكل كبير. وبتوصل كولين ل7 سنين عايشه معاه بنفس البيت لغايه سنه 1984، واللي السنه دي هتتغير فيها كل حاجه. ليه؟ كاميرون ده هيبتدي يحب كولين اصلا، وده راجع لانه خلاص يعتبر اتعود عليها ولاحظ انها بتستجيب لكل اوامره، وهي دي الميول اللي كانت جوه، فبدا ان هو يحبها وكمان بدا يهتم بيها لدرجه ان هو طلب منها انهم يتجوزوا. لكن مين هيعرف بكل الكلام ده؟ مراته جينيس، اللي كانت فاكره في الاول ان هو خاطفها وبيعمل فيها كل ده لمجرد بس شويه ميول مجنونه جوه دماغه. لكن بمجرد ما عرفت ان هو خلاص حب كولين ورايح كمان يتجوزها واحتمال كبير يطلقها هي، فعارفين جانيس دي عملت ايه؟ جانيس غيرت احداث القصه 180 درجه عن طريق انها في يوم كاميرون ده ما كانش موجود بالبيت، واخدت بعضها واتجهت على مين؟ على كولين، وراحت حكت لها عن كل حاجه، وقالت لها ان كل الكلام اللي بيقوله كاميرون ليكي ده عباره عن كده، وهو ما فيش اي حاجه اسمها منظومه ولا الشركه اصلا، وعمره ما هيعرف يعمل فيكي كل ده. انما قصه ماريا اللي كانت في البدايه فهي فعلا قصه حقيقيه، وماريا دي كانت بنت بنفس سن كولين. هو وجانيس الاثنين خطفوها بيوم من الايام واخدوها للبيت بتاعهم وعملوا فيها زي ما عملوا مع كولين، لكن البنت اللي اسمها ماريا دي ما كانتش راضيه تسمع الكلام، وكانت اليوم كله بتحاول انها تهرب وتصرخ. فعلشان كده بلحظه تهور كاميرون ده جاب المسدس وضربها طلقه في بطنها وماتت في نفس اليوم. فعلشان كده هما الاثنين اخدوا جثتها ولفوها جوه مفرش ورموها بالغابه. وبعد ما عرفت كل الكلام ده لكولين راحت مساعدها علشان تهرب من البيت، وبالفعل كولين هربت من البيت واتجهت على بيت اهلها وحكت لهم كل اللي حصل ده. لكن قبل ما اهل كولين يتصلوا على الشرطه ويحكوا كل ده، كانت جانيس اصلا ذات نفسها هي المتصله على الشرطه وحكي لهم كل حاجه، وكمان حكت لهم عن قصه البنت اللي اسمها ماريا اللي قتلوها بالبدايه. وهنا الشرطه بتقرر انها تقبض اخيرا على كاميرون ده واللي هتواجهه بكل الاحداث اللي حصلت دي، لكنه هينكر. لكن بتظهر كولين في التحقيقات وبتعترف بكل ده، وبيقرر القاضي ان هو يحكم عليه بالسجن المؤبد. انما مراته جينيس دي فما اتحكمش عليها باي حاجه، اولا لان هي اللي اعترفت على زوجها كاميرون، وثانيا لان هو كان يعتبر مستغلها زي كولين بالظبط، وكمان هي اللي ساعدت كولين على انها تهرب من البيت، فما كانش في اي احداث بتقول انها انسجنت. وفي النهايه هما الاثنين كولين وجانيس غيروا اسمائهم وسافروا لاماكن تانية مختلفه علشان يعيشوا فيها بهويه جديده، بعد ما قصتهم حرفيا فضلت امريكا كلها تتكلم عنها لفتره كبيره. وبالمناسبه السجن المؤبد بتاعه ده قرب يخلص، وتقريبا احتمال كبير يخرج السنه الجايه بالظبط، لكن هيكون بسن كبير جدا. فاتمنى في نهايه القصه تقولوا لي هل فعلا الخوف ممكن يتحكم بشخص زي كولين بالطريقه اللي حصلت معاها دي، والقصه السرديه وترتيب الاحداث يخلوها تقتنع بكل الكلام اللي هو كان اصلا عباره عن كذب وتستسلم لكل التعذيب اللي حصل لها؟ اتمنى تكتبوا لي رايكم تحت بالكومنتات.